يابا طبعا صار لي ساعة قاعد احاول افكر بجملة ابلش بيها الفيديو، بس ما دا يجي ببالي اي شيء. يعني ماكو بوقة بلعب تاريخ العراق ما حاولت ابوقها. شو تحق لكم يابا شلونكم ما ادري شنو كل شيء، بس خلص انا راح ابلش الفيديو هيك حتى يعني مرحبا الموضوع انتهى. انا اسمي عبد الله نادر، عراقي مغترب في كندا. قررنا اني واكو هواي ولد وياي، بس ولا واحد قبل يطلع وياي بالبداية. قال لي لما نطش عود نطلع وياك. طبعا القناة راح يكون بها هواية فعاليات، راح نحاول نحل المباريات. هسه عندنا كأس آسيا، راح نحاول نحل المباريات منتخبنا اللي رافع راسنا، وراح يكون ان شاء الله اكو تحديات واكو فعاليات راح اسوي لكم اياها والله حلوة، يعني ما راح تكون شيء. طبعا قبل ما نبلش الحلقة حاب أقول شغلتين. أول شيء الله يوقف ويا أهلنا في فلسطين وينصرهم على ما ابتلاهم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي الفرج قريب. الشغلة الثانية استفتاحية القناة هاي، فأني بس حبيت أقول اللهم إني وكلتك أمري فأنت لي خير وكيل، ودبر لي أمري فأنا لا أحسن التدبير، اللهم افتح لي أبواب رزقك وارزقني من حيث لا أحتسب. طبعا هسه راح نبلش بالانتصار التاريخي اللي فاز العراق على اليابان. طبعا انا قبل ما ابلش احب ابارك المنتخبنا العراقي، الف 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 مبروك يا ربي، فرحتونا بكيتونا. من الدقيقة 8 دقائق بدل ضائع، من الدقيقة 4 للدقيقة 8 انجلطنا كنا، فالحمد لله والشكر فزنا. والف الف مبروك كل العاملين، ويعني صدق صدق شكرا لكل اللاعبين، شكرا للكاساس، شكرا لعدنان درجال، شكرا ليونس محمود، شكرا لكل واحد ساهم ببناء هذا المنتخب المنظم والتكتيكي. ما مصدق لحد الان، يعني الولد كل ما يحكون وياي اقول لهم يا ولد ترى فزنا على اليابان. يعني انا لحد الان منصدم، كلش فرحان. اكو وايد نقاط اريد احكي بيها. نبلش باول نقطه اللي هي انه الحمد لله والشكر انه احنا فزنا، وكاساس اثبت للكل انه هو المدرب اللي صدق بمكانه، وهو بالنسبه لي حاليا انا دا اشوفه افضل مدرب اجانا من بعد فييرا، وممكن يكون اصلا احسن من فييرا. يعني الفكره انه سكت الكل، سكت كل الناس اللي حاولوا يحجون عليه، كل الناس اللي حاولوا انه يقللون منه ويحاولون يطلعون اي مشكله عليه تصير حاليا. نبلش لك اياها انه الفكره انه انت تلعب من لعبه اندونيسيا لعبه اليابان، انت فت بتشكيله وراها بلعبه اليابان طب بتشكيله بتبديل 5 لواعيب، 5 لواعيب انت مفوت بهاي اللعبه: ربين سولاقه، فرانس بطرس، احمد يحيى، وايمن حسين الغالي، ويوسف الامين. لما نسوي هاي ال5 تبديلات كاساس اثبت انه احنا هسه حاليا ما عنده اي تشكيله ثابته. راح نلعب بكل مباراه راح يكون لها تشكيله، اللاعب الاجهز راح يلعب. مع العلم انه هاي يمكن لاول مره انا يعني الفتره اللي انا بوعت بها المنتخب كامله اشوف انه كل ال 24 لاعب جاهزين، يقدر يلعب منه مكان. طبعا اكو اسماء احسن من اسماء، بس بنسبة الجاهزية وبنسبة الروح والشجاعة اللي هسه حاليا بالمنتخب الكل جاهز بالنسبة لنا العراقيين كلنا. وبالنسبة لكاساس، كاساس تقريبا اشتغل أكثر، صار له أكثر من سنة ونص وجاء خليجي وفزنا به. مو بس إنه هو دا يجيب المغتربين اللي هسه هو دا نشوفهم مثل لواعيب هواية، حتى اللواعيب المحليين اللي أنا بالنسبة لي من أكثر اللواعيب المحليين اللي برزوا بالبطولة، من أكثر اللواعيب العراقيين اللي برزوا بالبطولة اللي هم علي جاسم واحمد يحيى. هذول اللاعبين الاثنين كاساس اللي جايبهم المنتخب، مو اي احد ثاني. هذا اضافه لكاساس انه هو حتى مركز على الدوري مالتنا. طبعا يعني انتم ما اعرف اذا لا مش ما اعرف. طبعا يعني انتم كاساس لما يكون اكو الدوري شغال والبطولات شغاله، يعني ماكو توقف دولي، كاساس ما قاعد بالبيت. كاساس كل لاعب حاليا يلعب، كاساس ما قاعد يمه يوم ويومين، لا اكو تحضير، اكو تعب، اكو مدرب عنده تفكير ويريد يسوي شيء للمنتخب، يريد يقوي اسمه. ويعني هاي اول تدريب له ورا شو اسمه لما كان مساعد من ويا انريكي بالمنتخب الاسباني. هذا اول تدريب له رسمي اللي دا يسويه بصراحة انجاز تاريخي. حرفيا سكت كل الافواه اللي حاولت تحكي عليه وتقلل منه، وحاولت تطلع المشاكل اللي هو انه مثلا انت عندك تلعب مغتربين ومحليين وما شنو. هذا الحكي كله هسه بعد ما حد يقدر يحكي مرت اللخ. لعبة اليابان يعني هي نقلة للعراق كامل، للمنتخب بشكل عام. هسه حاليا انت بطلت فريق ممكن تكون، يعني ما راح اقول حصان اسود لانه انت اوريدي محقق البطولة قبل، بس انه انت فريق ممكن كنت راح تنافس، ممكن كنت راح توصل ربع نهائي. انت هسه حاليا ورا هذا الفوز صرت فريق مرشح للبطولة، وخصوصا انت بعد ما صارت انت حاليا هسه ورا فوزك على اليابان انت صرت مركز اول متصدر، وراح تطلع من مجموعتك متصدر
حتى لو خسرت 30-0 من الفيتنام. فانت هسه حاليا عندك طريق سهل نوعا ما ان شاء الله. يعني عندك انا مدى اقلل من اي منتخب ثاني، بس يعني انت بدل مثلا تلعب ويا اي فريق هسه حاليا راح تلعب ويا مثلا ايران او كوريا، راح تكون حظوظك اقل بما انهم منتخباتهم اقوى منك. فانت هسه حاليا حظوظك اكثر، منتخبات تلعب وياهم هم اللي راح يكون افضل ثوالث، فهذا الشيء كلش زين. طبعا كلنا لما شفنا التشكيله قبل اللعبه هوايه ناس قاعدوا يحجون انت ليش تلعب هذا، ليش لعبت ب8 سنين، ليش مثلا ما لعبت ميرخاز دوسكي، ليش هذا الحكي كله. انا بس اريد احكي شغله واحده. الفكره انه انت كاساس، يعني اكثر من واحد قال عليه مجنون انه بلش بهاي التشكيله. كاساس بلش بهاي التشكيله لانه هو شافه هي الاصح للمنتخب، لانه هو ببساطه المدرب مال المنتخب، هو اللي يتخذ القرارات مال المنتخب، هو اللي يتحمل اي لاعب ينزله واي لاعب ما ينزله. انا اقول لك ممكن احنا لو متعادلين ويا اليابان ومنزل هو كل هذول اللاعبين، منزل لا علي الحمادي ولا زيدان اقبال ولا منتظر الماجد، كل هذول اللاعبين ما منزلهم، يمكن كان قعدنا نحكي عليه وليش وما ادري شنو هذا الحكي. بس هو فاز لأن هو المدرب، هو يعرف ايش دا يسوي. هاي يعني رسالة لكل عراقي انه احنا مو ضروري كل ما تنزل التشكيلة نقعد نحكي وننزل وما ادري شنو، لانه ترى لواعبنا يشوفون، واحنا ما نريد نسوي مشاكل جوا المنتخب احنا مسويها. انت مو ضروري كل ما تنزل التشكيلة تقعد تقول ها منزل 5 محلي و5 مغتربين وما ادري شنو هاي السوالف. لا، هو قرارات مدرب، عد لما يخسر عد عاتبه، بس هو بالاخير هو القرار إله، لا للاتحاد، لا لعدنان درجال، لا ليونس، لا لكم انتم، لا الي اني، ما حد يقدر يقرر. فهو صاحب قراره، وهو اللي يتخذ القرار المناسب للمنتخب. مثل ما انا قلت الحمد لله والشكر انه احنا فريقنا كله جاهز، وال24 لاعب يقدرون يلعبون، وهو راح يشوف من الافضل من ال24 يلعبهم ال11 الاساسي. حتى لو كاساس كان ما طلع متعادل من هاي اللعبة، بالنسبة لنا هذا انجاز همين. احنا ترى ايش قد صرنا ما فايزين على اليابان، احنا كان كل بطولة نلعبها ويا اليابان كنا نقعد نخسر بيها، كل يعني بتاريخنا كله كتصفيات اسيا او تصفيات كاس العالم، وهذا انجاز تاريخي للعراق حتى سواء او تعادلا. واكبر مثال اليوم كوريا والاردن تعادلوا، والكل قام يحكي انه هذا انجاز تاريخي للاردن. يعني احنا هسه حاليا اكيد كلكم شفتوا هذا الشيء، انه كل الصفحات قاعده تنزل عننا، كل الصفحات العالميه قاعده تنزل انه احنا اول منتخب قدر يكسر سلسله الانتصارات مال اليابان اللي احنا كنا شفناها بكاس العالم 2022. صار له تقريبا احنا يعني اليابان ما خسران ولا لعبة بالمجموعات من 1988. يعني هذا انجاز مفروض احنا كنا نكون فخورين به. مثل ما حكيت انه المنتخب لعب تبديلات، 5 تبديلات من لعبة اندونيسيا لحد لعبة اليابان. صار هواية حكي انه مثلا ليش تبديل اكو مراكز هواية، انت ليش مثلا تلعب فرانس بطرس محور، ليش مثلا مرخص دوسكي لما تنزله شوط ثاني تلعبه ظهير يمين ما تلعبه ظهير يسار. هذا الحكي يعني هواية انه بايش لعب لعبة اندونيسيا يمين ولعب وسط وما شنو هاي اللعبة لعبتها ما ادري وين. الفكرة نرجع ليها انه هذا القرار كلها قرارات مدرب، هو اللي يتحملها كاملة، والحمد لله فزنا. فاحنا ما نقدر نقعد نحكي عليه ونقول ليش سويت هيك وليش هيك سويت. هو شاف هاي التشكيلة الأصح وهو كان الصح، لأنه احنا فزنا بالنهاية، وما فزنا أي فوز، ما فزنا على منتخب، ما فزنا على تايلاند لو هونغ كونغ لو ما أدري منه، فزنا على اليابان المرشح الأول للبطولة. هسه اكو مثل ما قلت لكم اكو وايد ناس حكوا عليه انه مخبله بهاي التشكيله وشون فات بهيك تشكيله مجنون. يعني الفكره مو بس انه هو فات بهيك تشكيله، الفكره انه انت لما بلشت اللعبه توقع كل العراقيين انصدموا انه احنا لاول مره بدنا نلعب ضد فريق قوي وفريق من افضل الافرقه بالعالم وقاعدين نلعب دفاع، ويلا كنا خلينا نرجع للدفاع وغير عراقيه ويلا نحاول نطلع 0-0 واخر شيء نطلع مسحولين. لا، احنا بلشناها بضغط عالي. احنا الجول مالتنا لما دخلناه بالدقيقه السابعه احنا اكو 4 أو 5 لاعب كانوا بمنطقه الجزاء مال اليابان بوقتها. واني طبعا يعني من وجهه نظري كان شفتوا اكثر من تكتيكات كاساس لو ما انه احنا جبنا الجول الاول بهاي السرعه. لانه احنا لما جبنا الجول الاول طبيعي لاي فريق انه هو راح يرجع، ما راح يقعد يضغط. انت مو بيب جوارديولا وما تلعب ويا السيتي، يعني
انه انت راح تظلك تهجم، لا، انت اذا تلعب ضد فريق اليابان فانت اكيد راح ترجع شويه. وهم لما انت رجعت شويه انت ما ظليتك قاعد 24 ساعه بالدفاع، لا، انت اليابان ظلوا لازمين الطوبه عليك ويحاولون يهجمون ما يقدرون يسوون شيء. انت بكم هجمتين 3 انت هددت اليابان اكثر من مره. التمريره مال امير العماري اللي هي هاي اجتي من لا شيء، ما شاء الله عليه، يعني يوسف الامين اللي هي كانت المفروض اصلا يعني هي ضربه جزاء. يعني انت هددت اليابان اكثر من مره وهم لازمين اللعب كله عليك. يعني اني اول مره اشوف المنتخب قاعد يلعب ضغط عالي، اشوف المنتخب قاعد يلعب بساط، اشوف المنتخب كله فاهم هو ايش دا يسوي. اني كاساس ما تفرق يمي اذا انت كريستيانو رونالدو لو انت ايمن حسين، اني تفرق يمي انه انت نازل الملعب وقاعد دا تسوي اللي اني دا اقول لك عليه. وهاي يمكن لاول مره بتاريخ العراق بالنسبه لي اني دا اشوفه، انه انت لما اني دا اباوع على المنتخب دا اقول اكو هذول دا يسوون تكتيك مدرب، قاعدين دا يسوون شغله قايل عليها المدرب. اللاعبين قاعدين دا ينفذون كلام المدرب بالحرف. أنا بالنسبه لي يمكن اكثر لاعب، والله العظيم اكثر لاعب شفته حسيته انه هو منفذ كلام المدرب بالحرف، ويعني صدق تحية خاصة إليه ابراهيم بايش يمكن اكثر لاعب حسيته انه هو قاعد دي يقاتل باللعبة، ما قاعد دي يلعب لعبة انه هيك يلا انا اريد ابين نفسي. ترى اكو فرق كلش كبير بين بايش خليجي وبايش هسه دي يلعب كاس اسيا. بايش اللي بالخليج كان دي يحاول يثبت نفسه انه انا اريد اكون اساسي واني اريد اكون اللاعب البارز. مبايش اللي حاليا بالمنتخب بكاس اسيا واحد ثاني لاعب، يعني شلون اقولها، الجندي المجهول بالمنتخب حاليا انا بالنسبه لي دا اشوفه هو ابراهيم بايش. صدق لاعب اثبت للكل انه احنا عندنا لاعب من الدوري العراقي يستاهلون انه يلعبون باوروبا، ومو بس هو، علي جاسم، احمد يحيى، وهواي لواعب. يعني ما اريد اني انسى اسماء واقول اسماء، بس اكو يعني الواعيب لعبوا طريقه تكتيكيه لاول مره بتاريخ العراق. لأول مرة بتاريخ العراق أشوف المنتخب دا يلعب بطريقة تكتيكية وطريقة ممكن احنا نخوف بيها كل آسيا. فهذا هو، انت مثل ما قلت لكم شرحنا عن الشوط الأول. الشوط الثاني كان موضوع ثاني، همين اجا هواية حكي انه انت شلون قاعد تطلع كل هذول اللاعبين بدنا تنزل مكانهم دفاع، وصلنا اخر شيء يمكن 7 دفاع يلعبون. هذا شيء طبيعي، انت قاعد تلعب ضد اليابان، انت فايز 2-0 على اليابان. هاي المانيا ما قدرت تسويها، ولا اسبانيا، ولا كل الافرق الموجوده حاليا باسيا قدرت تسويها، انه انت فايز على اليابان 2-0. شيء طبيعي انه انت راح ترجع للدفاع. كنا نحاول نلعب على المرتدات. احنا كنا شفنا انه ما اعرف اذا انتم لاحظتوا هذا الشيء، بس قبل الجول الثاني ايمن حسين كان مبين عليه انه هو انصاب وقاعد يتحامى على نفسه انه يحاول يكمل، وما شاء الله عليه. يعني التمريره الخياليه من احمد يحيى له، العرضيه مالته كانت تاريخيه، وهيك حطها بالجول يقول هيك خطوا اللي تدخلين، ماكو مجال. يعني اللي صار انه بالشوط الثاني طلع ايمن حسين للاصابه ونزل ميمي. بالنسبه لي تبديلين اللي سواهم اللي هو اللي بين الشوطين اللي هم نزل بس اثنين اللي هم ميمي ونزل ميرخاز دوسكي مكان حسين علي. انا بالنسبه لي اشوفهم تبديلين ناجحين. حسين علي قدم لعبه حلوه كلش، وميرخاز دوسكي هم قدم لعبه حلوه كلش. اما بالنسبه لميمي يعني احنا كنا محتاجيه كمرتدات، هو احسن من ايمن حسين بالمرتدات، هذا الشيء اكيد منه. ايمن حسين سوى اللي عليه وزياده همين، بس همين يعني لا تضغطون على اللاعب راجع من 2 صليبي. يعني هذا الشيء 90% من اللاعب اللي يصيرون مو 90%، بس انه يعني اغلب اللاعب اللي يصيرون صليبي مره واحده ما يرجعون مثل قبل. اكو هوايه امثله، يعني ديفيد فيا، اسنسيو، ما قاعد هسه منا الباكر ما راح اخلص. فانت عندك هواي لاعب ما يرجعون مثل ما هم، هذا شيء طبيعي. انه ميمي مو مثل احنا ميمي احنا نعرفه اللي هو مستحيل يضيع قدام الجول، انطوه شويه وقت. اللاعب بعد صغير ان شاء الله انه راح يقدم اكثر، وانا متوقع انه هم راح تكون بطوله ميمي ان شاء الله مثل ما هي بطوله ايمن، راح تكون بطوله ناجحه لميمي. والحلو بالموضوع همين كاحصائيات، عندنا هداف البطوله متشارك ويا اكرم عفيفي، ابو طبر، ايمن حسين. يعني هذا الشيء انجاز هم للعراق انه احنا عندنا هسه لاعب. والشيء الاخير اللي احكي على لعبه اليابان، دفاعنا كان كلش قوي ما شاء الله الحمد لله. دفاعنا كان
همين لاول مره من فتره. انا كل شوي اقول لكم لاول مره لانه صدق انا ما شايف هذا الشيء قبل. لاول مره شو دفاعنا صدق قوي، دفاعنا من اقوى الدفاعات بالبطوله. الحمد لله والشكر. كل اللي نزلوا كانوا زينين. علي عدنان كان زين، ريبن سلاقه، سعد ناطق كان العلم، سعد ناطق دا يلعب اللعبه وهو عنده كسر باصبعه. الحلو بالموضوع وهذا يعني سعد ناطق مو بنزيما عمو 3 سنين ما شو اسمه ما يسوي العمليه. لا، ولاول مره هواي حكيتها هاي لاول مره، لانه صدق لاول مره تصير هاي السوالف. نحن بدنا نشوف دفاع مو دا يلعب على الغيره، اكيد الغيره موجوده، بس دا يلعب تنظيم ودي يطبق بالضبط كلام مدربه. هذا الشيء سواء كل اللاعب اللي كانوا اساسيين واللاعب اللي نزلوا احتياط كلهم طبقوا كلام المدرب. فكانت لعبة دفاعية تاريخية للعراق. طبعا احنا يعني دخل بينا جول. الجول انا يعني اتوقع كان استعجال وسوء تغطية، سوء تغطية من علي عدنان، واستعجال كانت تقريبا تقدر تقول عليها سوء اتخاذ قرار من جلال حسن. ان شاء الله هاي هسه يعني احنا غلطناها، المرة الجاية ان شاء الله ما تتكرر. اكيد كاساس حكى على الجول، وان شاء الله اللعبات الجاية ما راح يتكرر. اللي انا اريد احكيه انه هسه خلاص لعبة اليابان انتهت، ما اريد انه احنا نتعلق بلعبة اليابان كلش. حنطيكم مثال، ترى السعودية فازت على الارجنتين، اوكي، السعودية فازت على الارجنتين والكل قام نقول للدور الثاني، وبالاخير ما تأهلت للدور 16. فاحنا ما نريد يعني احنا تأهلنا اني بس ما نريد ننطي انه احنا فزنا على اليابان واحنا اقوياء وما شنو. احنا اقوياء بس خلاص اللعبة انتهت. احنا سنفكر ويا منو راح نلعب دور 16، لانه اللعبة الجاية لعبة فيتنام هي لعبة تقدر تسموها لعبة تحصيل حاصل، بس هي لعبة كلش مهمة لمنتخبنا، لانه انا اتوقع راح يكون بها تغيير جذري باللواعب. راح نلعب بلواعب هواية ما لعبوا اصلا البطولة. طبعا انتم تعرفون انه اللعبة الجاية تحصيل حاصل، بس انه المنتخب راح يلعب كاساس احتمال يلعب بهواي لواعب يجربهم. ما راح تكون اي لعبه بالنسبه لنا، راح تكون لعبه مهمه لانه راح يجرب هواي لواعب هو ما مجربهم. يعني انا بالنسبه لي اتوقع انه في طالب راح يعني ما اريد انطي توقعات، بس انه يعني شلون اقول لكم اياها، انه يعني ممكن انه يلعبهم. اتوقع انه يعني الحكي هذا الحكي كلنا حكيناه. اتوقع انه علي حماد راح يلعب اساس اللعبه الجايه، ممكن يلعب زيدان، ممكن يلعب فهد طالب، منتظر الماجد هم اتوقع راح يلعب. فانا اتوقع اهم لاعبين ممكن يلعبهم اللعبه الجاي هم علي الحمادي ومنتظر الماجد. هذول اللاعبين الوحيدين اللي ما لعبوا وكان الحكي هوايه عليهم انه ليش ما تلعبوهم وما ادري شنو هذا الحكي. فاتوقع راح يلعبهم اللعبه الجايه. اهم شيء انه احنا نطلع افضل نسخه من لاعبنا ويشوفوا تجارب شنو احسن شيء الدورة 16. النقطة مالتي الأخيرة اللي هي رسالة للجمهور العراقي إن شاء الله توصل، وأنا منكم يعني مو ضروري نسقط بلواعبنا، مو ضروري كل ما يضيعون هجمة أو ينطي غلط أو مثلا تغطية غلط احنا نقعد نسبه ونسقط به. هذا بالنهاية هي لعبة بالأخير، واحنا أصلا هدفنا، وهذا الحكي حكاه كاساس، هدفنا الأول هو التأهل لكأس العالم، وكأس آسيا هو مرحلة تحضيرية. التصفيات كأس العالم هو أنتم تعرفون ما محتاج يعني احنا نكذب على بعض، همنا الأساسي إنه احنا نتأهل لكأس العالم، وتجون يمنا الكندا وتشوفون البرد اللي أنا قاعد أعيشه حاليا. ورسالتي الأخيرة للكابتن أيمن حسين، أنت صبرت ونلت وعانيت هواية من التنمر وهواية انحكى عليك، ويعني ما شاء الله عليك. أنا ما شايف هيك الواعب بهيك صبر وبهيك إرادة وبهيك عزيمة انه هو يريد يثبت للمنتخب وللعراق كله انه اني مهاجمكم وتقدرون تعتمدون علي. وانت كنت مثال للاعب المحترف اللي هو رده ما يكون خارج الملعب، رده يكون بالملعب. شكرا لك والحمد لله والشكر. دعوات والدتك اجت بمحلها يا ربي وبدعت، خليها تدعي لنا كلنا ان شاء الله يا ربي انه تكون بطولة لنا خير ونقدر نحضر بيها الكاس العالم، والله يوفق المنتخب بطوبر سفاح آسيا. يعني احنا من اتوقع كلكم شفتوا انه علي الحمادي ورا اللعبة مال اليابان راح حضر ايمن حسين وباسم. هذا اكبر مثال على اللاعب المحترف، اللاعب اللي عنده عقلية صافية وعقلية احترافية. الحلو بالموضوع بجيلنا بالجيل الحالي وبالمنتخب انه اللاعب ما دا يلعبون باسمهم، دا يلعبون كلهم باسم العراق، وهذا اهم شيء واحلى شيء شفته بالمنتخب. الروح وانهم كلهم اصدقاء وكلهم صداقة. كلنا قاعدين نشوف على السنابات على الانستغرام هم شلون قد يطلعون تصويراتهم كلهم سوية، وهذا احلى شيء انه انت تكون عندك غرفة ملابس كلها عندها هدف واحد، ان هي تسعد الجمهور العراقي وترفع اسم العراق عالي.
وهسه وصلنا لنهايه الحلقه. شكرا على متابعتكم لنا، ان شاء الله نكون على قد المستوى. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت بعد شنو اكو ابو النوف اللي هم هاي السوالف كلها. وان شاء الله نكون على حسن ظنكم. ترقبوا شغلات كلش هوايه راح ننزلها، راح ننزل تحديات، راح ننزل ردات فعل، بودكاست، احتمال ننزل نلعب طابه وننزل لكم ما اعرف، بس راح يكون اكو هوايه تحديات ان شاء الله وفيديوهات قادمه. ولا تنسون مرت اللايك والسبسكرايب والشير وهاي السوالف. وفي مال الله.